أهلاً ومرحباً بالجميع. اليوم قررنا نغوص شوي في أعماق كلمات أغنية كلنا بنعرفها وبنحبها، أغنية يمكن تكون جزء من الموسيقى التصويرية لحياتنا، بس كم مرة فعلاً وقفنا عند كلماتها وحاولنا نفككها ونشوف شو اللي جواتها. فعلا. الأغنية طبعاً هي هل عندك شك للقيصر كاظم الساهر وكلمات الشاعر العظيم نزار قباني، ومهمتنا اليوم خلينا نقول هي إن نفهم سوا ليش هاي الكلمات بالذات بعد كل هالسنين لسه عندها القوة وهذا التأثير العاطفي الجارف. شو السر وراء هالصور الشعرية والاستعارات الجريئة؟ سؤال مهم جدا. طيب، خلينا نبدأ من البداية، من العنوان وأول سؤال. هل عندك شك؟ طريقة طرح السؤال فيها إشي، ما بحسه مجرد سؤال عادي. بالضبط، هاي النقطة المحورية. هو أبداً ما بيسأل عشان ياخد جواب. أكيد. لا، هذا اللي بنسميه بالبلاغة سؤال استنكاري. الغرض منه مش المعرفة، الغرض منه هو التأكيد المطلق. كأنه بيحط القاعدة الأساسية من أول لحظة. 100%. كأنه بيقول اللي رح أحكي هلأ هو حقيقة كونية، مش مجرد رأي أو شعور. وهذا بيوضح فوراً بالسطرين اللي بعدهم. هل عندك شك أنك أغلى وأهم امرأة في الدنيا؟ وبعدها أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا. كلمة التاريخ هي دايماً بتوقفني، مش تاريخه هو، التاريخ كله. وهون عبقرية نزار باستخدام المبالغة، الهايبربولي. أي شخص عادي ممكن يقول أسعد يوم بحياتي، صحيح؟ بس نزار برفض هالإطار الشخصي. هو بيرفع الحدث الخاص لمستوى حدث كوني. دخولها قلبه مش مجرد قصة حب، لا، هو نقطة تحول بسجل الزمن كله، على الأقل بالنسبة إله. حياته انقسمت ما قبلها وما بعدها. تماماً، وهداك اليوم هو الحد الفاصل، أعظم يوم في التاريخ. طيب، بعد هالإعلان الكوني العظيم بيبدأ يعرفها، يرسم صورتها، بس الغريب إنه ما بيوصف شكلها أبداً. ما بحكي عن عيونها أو شعرها، ببني هويتها برموز قوية جداً. صحيح، هو بيبدأ بصور تبدو كلاسيكية بالبداية، يا وردة ويا ريحانة، جمال طبيعي، رقة، عطر. صور متوقعة. تمام، بس فجأة بينتقل وبيقول يا ياقوتة ويا مرجانة. هون النقلة. نقل نوعية جدا. انتقلنا من جمال بينمو بحديقة لكنوز نادرة وغالية بتطلع من أعماق الأرض والبحار. وبعدها بتيجوا القفزة الأكبر، يا سلطانة. هنا صارت قوة وسلطة وهيبة. بس اللي بيحيرني دايما إنه ما بيوصف هون، بضيف جملة تبدو سياسية شوي، يا شعبية ويا شرعية، بين جميع الملكات. شو يعني ملكة شعبية وشرعية بسياق حب؟ هاي إضافة عبقرية، لأنه بيخرجها من فكرة إنها ملكة قلبي أنا وبس. فهمت. لما يقول شرعية بيأكد إن مكانتها مش محل شك، ولما يضيف شعبية كأنه بيقول إن الكل معترف بعظمتها، في إجماع عام. يعني حبه إلها حقيقة معلنة للعالم كله. بالضبط، مش انقلاب عاطفي سري، هو تتويج مستحق ومعترف فيه. إذن هي جميلة كالوردة، ثمينة كالياقوتة، وقوية كالسلطانة المعترف بها عالمياً. صورة شبه مكتملة. بس بعدها بينتقل من الصورة المادية لشيء شاعري وتجريدي أكثر. بيقول يا قمراً يطلع كل مساء من نافذة الكلمات. هاي الصورة مذهلة، من أجمل الصور بالأغنية كلها. فعلاً، القمر رمز للإلهام والجمال، بس لاحظ من وين بيطلع هالقمر، مش من السماء. لا، من نافذة الكلمات. وهذا معناه إنها ما عادت مجرد موضوع بيكتب عنه، هي صارت المصدر اللي بيتدفق منه الشعر نفسه، هي الإلهام. وهنا بنوصل للتعريف اللي بيعتقد بلخص كل شيء، بينقلها لمستوى مختلف تماماً. يا آخر وطن أولد فيه وأدفن فيه وأنشر فيه كتاباتي. فكرة الوطن هاي أعمق بكتير من الحب. أكيد. الوطن هو الهوية، الانتماء المطلق، الأمان، الجذور. ولما يقول آخر وطن، يعني رحلة بحثه عن الانتماء انتهت عندها، هي المحطة النهائية. وبعدين بيحدد طبيعة هالوطن بثلاث أفعال. أولد فيه، يعني بداية حياته الحقيقية، وأدفن فيه، نهايته الأبدية، وبين الولادة والموت هي المكان اللي ينشر فيه كتاباته، يعني الفضاء اللي بتتحقق فيه ذاته الحقيقية وهويته الإبداعية. هي البداية والنهاية وكل شي بينهم.
تماماً. وهذا بيخليني أسأل، إذا هي كل هذا، طب هو شو كان قبلها؟ كيف غيرته؟ الأغنية بتجاوب على هالسؤال مباشرة. في اعتراف واضح بالتحول، بيقول: كم صار رقيقا قلبي حين تعلم بين يديك. مم. كلمة تعلم هاي مهمة جداً. كأن قلبه كان تلميذ وهي المعلمة. بالضبط. هو بيعترف إنه قلبه يمكن كان قاسي أو جاهل بمشاعر الرقة، وهي اللي علمته. وبعدين بربط هذا التحول بالقدر والحظ. ما بيقول أنا سعيد لأني لقيتك، بيقول كم كان كبيراً حظي حين عثرت يا عمري عليك. كلمة حظ بتعطي اللقاء طابع قدري. أكيد، كأنه ما كان مجرد اختيار، كان مصير محتوم ومبارك. وبعدين الجملة البسيطة اللي بتلخص كل هذا: من يوم طرقت الباب علي ابتدأ العمر. بصراحة هاي الجملة ببساطتها وعمقها بتلغي كل حياته اللي قبل. وأعتقد إنه بيعكس شعور حقيقي جداً. هو ما بيقول إنه حياته صارت أحسن أو أجمل. لا، بيقول ابتدأت. تماماً. يعني كل السنين اللي قبل كانت مجرد تمهيد، مجرد انتظار. الحياة الحقيقية بمعناها الكامل ما بلشت إلا مع طرقة الباب هاي. استعارة قوية جدا عن الولادة من جديد. أكيد. حسناً، لهون إحنا بمنطقة الحب الرومانسي الرقيق الذي يغير الحياة للأفضل. بس فجأة وبدون سابق إنذار الأغنية تأخذ منعطفاً حاداً جداً. النبرة كلها بتتغير. نعم، وهذا التحول هو اللي بيصنع عبقرية الأغنية. هي ما بتبقى بمكان آمن، فجأة بننتقل من الرقة للشغف العارم، العاطفة الجياشة اللي تقريباً بتصير عنيفة. عنيفة فعلاً. بيوصفها: يا ناراً تجتاح كياني. وبعدين جسدها: يقطع مثل السيف ويضرب مثل البركان. وين راحت الوردة والياقوتة؟ بالضبط، هاي صور فيها خطورة وقوة تدليرية. هاي الازدواجية هي جوهر التجربة. الحب هنا مش بس شعور لطيف ومريح، هو قوة كاسحة. كلمة تجتاح ما بتوحي بزيارة لطيفة، بتوحي باحتلال عسكري. صحيح. وتشبيه جسدها بالسيف القاطع والبركان الثائر هو اعتراف صريح إنه هالحب فيه ألم لذيذ وخطر مرغوب. شعور بيفقد السيطرة. وهذا الشعور بفقدان السيطرة بخليه يعترف بعجزه التام. بيقول قولي لي ماذا أفعل فيك، أنا في حالة إدمان. فأشواقي وصلت لحدود الهذيان، يعني ما عاد في أي محاولة للمقاومة. أبداً. عبارة أنا في حالة إدمان هي اعتراف مباشر بالتبعية المطلقة. هي ما عادت خيار أو رغبة، صارت ضرورة بيولوجية. مثل الهواء والمي. تمام. ووصول الشوق لحدود الهذيان يعني إنه عقله المنطقي بدأ ينهار. هي بتدفعه لحافة الجنون، هو مستسلم تماماً. طيب، بعد هالتصعيد الدرامي بالمشاعر من الرقة للعنف للإدمان والهذيان، نوصل للصورة الأخيرة، الذروة. يمكن أشهر صورة شعرية بالأغنية العربية الحديثة: قاتلتي ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني. بصراحة من وين بدنا نبدأ نحلل هاي الجملة؟ هاي قصيدة لحالها. خلينا نبدأ من أول كلمة، التناقض المذهل. قاتلتي يعني بيوصف حبيبته ومصدر حياته الجديدة بإنها قاتلته. وهذا اعتراف مطلق بإنها بتملك القدرة تعطيها الحياة أو تاخدها منه. بكلمة، بنظرة، مصيره كله صار بإيدها. استسلام كامل. بس المدهش إنه بيربط كلمة قاتلتي الخطيرة بفعل ترقص. والرقص بيغير كل شيء. هو مش قتل عنيف، هو سيطرة رشيقة وممتعة. كأنها بتسيطر عليه بفرح. بالضبط، سيطرة طبيعية بدون تكلف. وبعدين بيضيف تفصيل بيزيد الصورة عمق: حافية القدمين. حافية القدمين بتعطي لمسة حميمية وبساطة. يعني هي ما بتحتاج أي سلاح خارجي لتثبت سيطرتها، هي بحالتها الطبيعية العارية، وهذا بيخلي وجودها أعمق وأكثر أصالة. وهلأ بنوصل للجزء الأخير اللي بينقل الصورة لمستوى أسطوري: بمدخل الشرياني. لاحظ الدقة، ما قال في قلبي، هذا تعبير عادي ومستهلك. لا، هو حدد المكان: مدخل الشرياني. يعني عند المصدر، النقطة اللي بيتدفق منها دمه اللي بيخليه عايش. هي ما بتتحكم بمشاعره بس، بتتحكم بجوهر وجوده المادي. يعني هالصورة بتجمع القوة قاتلتي، والجمال ترقص، والحميمية حافية القدمين، والسيطرة المطلقة على الحياة نفسها بمدخل الشرياني. تماماً. وبعد هي الصورة المكثفة
بيختم الأغنية بسؤال بيرجعنا لنقطة البداية، للشعور بالدهشة. من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجداني؟ كأنه بعد كل هذا لسه مش مستوعب اللي صار. وهو ختام منطقي جدا. بعد هالرحلة العاصفة من المشاعر، من تعريفها كوطن للشعور إنها نار قاتلة بترقص بدمه، بيبقى الشعور الأخير هو الذهول. إذن رحلتنا بالكلمات هاي أخذتنا من الإعلانات الكونية لتعريف المحبوبة كملكة ووطن، وبعدين شفنا كيف غيرت كيانه، وانتهينا بقلب الشغف والاستسلام الكامل. وأعتقد إنه سر خلود الأغنية هو قدرتها على احتواء كل تناقضات الحب الحقيقي. يعني هي بتحتفي برقته كم صار رقيقا قلبي، وبنفس الوقت بتعترف بشغفه العنيف يضرب مثل البركان. بحكي عن الولادة الجديدة. ابتدأ العمر، وبنفس الوقت عن الشعور الممتع بفقدان السيطرة والإدمان. هذا الشمول هو اللي بيخلي كل واحد فينا يلاقي صدى لتجربته الخاصة بهالكلمات. وهذا بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير. طول الأغنية الشاعر استخدم صور مثل النار، السيف، البركان والقاتلة لوصف تأثير حبيبته. طيب، ليش لما بدنا نوصف أعمق تجارب الحب وأكثرها إيجابية بحياتنا نلجأ أحياناً للغة الخطر والدمار وفقدان السيطرة التام؟ سؤال يستحق التأمل فعلا.